بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم في فيديو اليوم عن موضوع من الأهمية في مكان، ألا وهو الدفوع القانونية في قضايا الضرب. طبعا قضايا الضرب من القضايا المتكررة والشائعة وتحدث أيضا يوميا. طبعا في كلام أو ثغرات قانونية عن التقرير الطبي، في ثغرات قانونية أو نقول الدفوع القانونية في قضايا الضرب. طيب لما نيجي ننظر أو نتكلم النهاردة هنتكلم عن موضوع من المهم جدا أو دفوع مهمة جدا في قضايا الضرب. أول دفع التراخي في الإبلاغ. لو الشخص اتضرب الساعة 9 الصبح مثلا وراح عمل محضر تاني يوم أو تالت يوم، يبقى احنا هنا في حاجة اسمها تراخي في الإبلاغ. أنت كنت فين المدة ديت؟ لما أنت اتضربت الساعة 9 الصبح ليه ما رحتش حررت محضر؟ أو يروح في نفس اليوم بس يروح متأخر خالص، يروح 11 بالليل. طيب أثناء المدة دي أنت كنت فين؟ يبقى في الدفع هنا التراخي في الإبلاغ، إن أنت اتضربت الساعة 9 الصبح فرحت تاني يوم أو تالت يوم تحرر محضر، يبقى أنت في هنا دفع بندفع بيه اللي هو التراخي في الإبلاغ. تاني دفع، والدفع ده مهم جدا في قضايا الضرب، تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني. يعني ايه تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني؟ يعني لما امين الشرطه سأل الشخص باي شيء احدث تلك الاصابات، يقول لك ضربني بالقلم او اتضربت بالقلم. طب لما نيجي ننظر في الاصابات نجدها جرح قطعي. طب هل الضرب بالقلم يحدث جرح قطعي؟ مستحيل. الجرح القطعي يحدث بالسكين، لكن الضرب بالقلم مستحيل يحدث جرح قطعي. فهنا لازم نخلي بالنا من هذا الدفع اللي هو تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني. الشومة مثلا أو العصا، الشومة مستحيل تحدث جرح قطعي، لكن تحدث إيه؟ كدمة. يبقى هنا لما أمين الشرطة سأل الشخص بأي شيء أحدث تلك الإصابات فقال له ضربني بقلم. لما جينا ننظر للإصابات وجدنا ان الاصابه دي جرح قطعي، يبقى هنا في تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني، لان الضرب بالقلم مستحيل يحدث جرح قطعي. ايضا الضرب بالشوم او بالعصا مستحيل يحدث جرح قطعي، يحدث كدمه. يبقى هنا الدفع ده مهم جدا في قضايا الضرب اللي هو تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني. طيب ثالث دفع شيوع الاتهام. يعني الشخص مثلا وقعت الضرب اللي ضربوه 5 أو 6 أو 4 أو أيا كان، فيتسأل ما يحددش مين ضربه. مين ضربك؟ يقول لك أحمد على سبيل المثال وإبراهيم ومحمد. طيب أحمد ضربك إزاي؟ يقول ضربني وبس ويسكت. محمد ضربك إزاي؟ يقول لك ضربني. يبقى هنا في حاجة اسمها الدفع، بندفع بشيوع الاتهام. الدفع بشيوع الاتهام. يعني الشخص اتضرب 3 4 ضربوه على سبيل المثال، احمد وابراهيم ومحمد على سبيل المثال ايضا، فيقول لك احمد وابراهيم دول ضربوك شيوع الاتهام. ما يحددش احمد ده ضربه ازاي، محمد ده ضربه ازاي، ابراهيم ده ضربه ازاي. يبقى هنا الدفع ده اسمه شيوع الاتهام، الدفع بشيوع الاتهام. رابع دفع عدم تحديد الاداه المستخدمه في تلك الاصابات. ضربك ازاي؟ يقول ضربني وبس. يبقى الدفع رقم 4 عدم تحديد الأداة المستخدمة في إحداث تلك الإصابات. يعني ضربك ازاي أو ضربك بإيه؟ يقول لك ضربني. طيب ضربك بآلة إيه؟ أو استخدم آلة إيه في الضرب؟ ضربني. هو كل اللي على لسانه يقول لك ضربني وبس. يبقى هنا الدفع اللي بندفع بيه في قضاء الضرب ومهم جدا، اللي هو عدم تحديد الأداة المستخدمة في إحداث تلك الإصابات. طيب خامس دفع عدم تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق. عدم تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق. لما ننظر في أقوال المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات، بننظر أقوال المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات ونشوف هل اللي ذكره أو هل الرواية اللي رواها دي تستقيم مع منطق العقل أم لا. يبقى ده الدفع رقم 5، عدم
تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق. يعني ننظر لما نيجي ننظر في أقوال المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات ونشوف هل ما ذكره أو هل الرواية اللي رواها تستقيم مع المنطق والعقل أم لا. ده أيضا من الدفوع المهمة في قضايا الضرب. سادس دفع والدفع الأخير عدم وجود سمة شاهد بالأوراق. يعني في أغلب الأحوال أمام من حدث ذلك مش محدد، يعني ما يقولش حدث أمام مين كان موجود أثناء وقعة الضرب. يبقى هنا سادس دفع عدم وجود سمة شاهد بالأوراق. يعني في أغلب الأحوال أمام من حدث ذلك ما يحددش مين كان شاهد، مين كان واقف ونظر واقعة الضرب. يبقى هنا الدفوع الستة من أهم الدفوع في قضايا الضرب. ذكرنا هذه الدفوع بالتفصيل ونذكرها أيضا إجمالا كده. يبقى احنا أول دفع ذكرناه التراخي في الإبلاغ. تاني دفع، والدفع ده مهم جدا في قضايا الضرب، تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني. ثالث دفع شيوع الاتهام. رابع دفع عدم تحديد الأداة المستخدمة في إحداث تلك الإصابات. خامس دفع عدم تصور حدوث الواقع على النحو الوارد على النحو الوارد بالأوراق. سادس دفع والدفع الأخير في قضايا الضرب عدم وجود سمة شاهد بالأوراق. يعني في أغلب الأحوال أمام من حدث ذلك ويقول ما يحددش حدث أمام مين أو مين كان شاهد هذه الواقعة اللي هي واقعة الضرب. يبقى هنا ده الدفع رقم 6، عدم وجود سمة شاهد بالأوراق. والست دفوع اللي ذكرناها دي من أهم الدفوع في قضايا الضرب. وهي أيضا هذه القضايا تتكرر وتحدث يوميا بشكل متكرر، وبذلك يكون إن احنا ذكرنا بعض الدفوع القانونية في هذه أو في قضايا الضرب التي تتكرر. وإن شاء الله بعد كده نتكلم أيضا عن التقرير الطبي في واقعة الضرب، بيكون شكله القانوني ازاي. ده هيكون في فيديو بعد كده ان شاء الله نذكره ونتكلم عنه، عن التقارير الطبية اللي بتكون في واقعة الضرب هنتكلم عنها ان شاء الله في فيديو تاني. شكرا وتحياتي لحضراتكم جميعا.